يعني احنا لا اما نكون مع الاخوان والاسلاميين ونمنع كل شيء، او نبقى في الاتجاه الاخر ونبيح اي شيء. في مشكلة في الفيلم، وفي مشكلة في الفكر اللي بنتعامل بيه. احنا مش في مرحلة يعني رفاهية ان احنا نعمل افلام لمجرد الاثارة، لان كل اللي شاف الفيلم قال كده. بل في مشكلة تانية كبيرة، وهي مشكلة الرقابة. الرقباء اللي اتفرجوا على الفيلم لم يجيزوه، قالوا ان في مشاكل، قالوا ان مشاهد الطفل بتسيء للاطفال، بتسيء للمجتمع. لكن حسبما ذكرت بعض المواقع الاخباريه اللي اجرت حوارات مع هؤلاء الرقباء رفضوا. لكن رئيس الرقابه اللي استقال احتجاجا على منع الفيلم هو اللي اجازه وحده. طب لما الرقباء يقولوا لا او رئيس الرقابه يجيزه، هل ده قانوني؟ الناس بتشتغل من غير يعني من غير ما يكون عندهم صلاحيه، هم يقولوا لا والراجل يقول رئيسهم، ولا العكس؟ ما ينفعش. لازم نعي ان احنا في مرحله خطر، في اعداء متربصين بينا، في من يعتبر كل ما حدث بعد 30 يونيو هو رد على الاسلام، من يستهدف جنود الجيش والشرطه، من يستهدف المجتمع، من يستهدف رجال الدين تحت اسم ان دي ثوره ضد الاسلام. واحنا نيجي بعد كده وباسم حريه الفكر وحريه الابداع ونعطي لهؤلاء وقود يشعلوا بيه المجتمع ويشعلوا بيه البلد. لا، لازم يكون في وعي من صناع السيما، لازم يكون في مراعاة لطبيعة هذا المجتمع. انت ممكن تنتج فيلم اي شكل من الاشكال، لكن تختار الوقت المناسب. الوقت الان ليس مناسب لإسكاء روح التشدد، سواء يعني في هذا الاتجاه او ذاك. ومش وقت ان احنا نتكلم على حقوق انسان وحريات وما الى ذلك، والمجتمع عنده ما هو اهم بيتعرض له دلوقتي: هجوم وتخوين وتكفير. وبالتالي لازم نرجع ونقف مع بعض ونقول يا جماعة لازم يكون في يعني ما يشبه يعني وثيقة او اي شيء الاعلاميين والسينمائيين يتفقوا عليها. ما نخرجش عن الاطار ده عشان ما نديش الفرصة لاعداء البلد واعداء 30 يونيو ان هم يعني يستغلوها في استكمال التكفير والتقتيل اللي بيقوموا بيه، واستكمال حربهم ضد البلد باسم انها بلد يديرها العلمانيون والاقباط وكل كاره الدين كما يقولون، وهم في الحقيقة هم الذين يكرهون انفسهم ويكرهون البلد.